مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان. عدنا من جديد إلى القناة في حلقة جديدة، وحلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل للدوري المصري الجولة الثانية. طبعا زي ما قلت لكم في الحلقة السادسة من الدوري الإنجليزي اللي كنا بنحلل فيها الجولة السادسة. قلت لكم إن أنا ما نزلتش الدوري المصري الجولة الأولى لأن كنا بنشاهد الجولة الأولى عشان أعرف طبعا الفرق، ودلوقتي خلاص طبعا خدت فكرة كويسة عن كل الأندية. فالنهاردة هيكون تحليل جيد جدا عشان طبعا نقدم لكم أفضل تحليل للدوري المصري. في البداية طبعا حابب من كل المشاهدين والمتابعين الاشتراك في القناة ومتابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وإن شاء الله بكرة بنسبة كبيرة التلات أو الأربع هتنزل لكم حلقة كمان هتبقى بعنوان توقعاتي لأبطال الدوريات الخمسة الكبرى. وكمان في الأيام الجاية نازل حلقات جديدة الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني وكل الدوريات مكملة معانا. وإن شاء الله كمان في حلقة هكلمكم فيها عن توقعاتي لمين اللي هياخد الكرة الذهبية ومين اللي هياخد في جائزة الفتى الذهبي وأفضل حارس، والجوائز دي كمان هنتكلم عليها في حلقة خاصة جدا. طبعا في الدوري المصري خلاص بيبدأ النهارده. اول ماتش في الجوله الثانيه ماتش بين نادي بيراميدز اف سي والبنك الاهلي. نادي بيراميدز طبعا فاز في الجوله اللي فاتت طبعا بنقطه واحده فقط من 3 نقاط، لما واجه نادي الزمالك ما خدش 3 نقاط، خد نقطه واحده بس. يعتبر انا شايف ان بيراميدز فاز بالنقطه دي. ليه؟ لان طبعا الزمالك رغم المشاكل الكتيره اللي عنده، لان بيراميدز بسكواد بقوته ما كانش قادر يقدم اقوى اداء ليه امام الزمالك، والزمالك قدر انه يسجل في مرماه هدف اتعادل، وبعد كده كمان قدر يسجل هدف تاني وتقدم. وكان الزمالك لو قدر يقفل دفاعاته بطريقه كويسه، ولو كان الزمالك قدر يستغل الفرص الهجوميه اللي اتاحت ليه، كان ممكن الزمالك يفوز على بيراميدز وبيراميدز ما يحققش اي حاجه. ولكن بيراميدز بالتعادل ده ما يعتبرش شيء سيء. في البدايه طبعا الزمالك فريق برضك قوي وله اسم، فلما ياخد بونت من الزمالك في بدايه الدوري ده مش شيء وحش تماما، ولكن يعتبر خساره شويه لبيراميدز لانه كان على ارضه، وكمان الزمالك ما كانش في افضل احواله، ولكن تعتبر نقطه احسن مما فيش لبيراميدز في بدايه الدوري. بيراميدز طبعا عنده سكواد قوي جدا الموسم ده. بيراميدز طبعا بيشارك لاول مره في تاريخه الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، بجانب كده هو بيشارك في الدوري المصري، عنده سكواد قوي جدا. اللي بيراميدز يعتبر عمل كميه صفقات كبيره الموسم ده، دفع فلوس كتيره جدا، كل مركز عنده لاعب واثنين وثلاثة. البنك الأهلي داخل الموسم ده ببداية سيئة جدا رغم بعض الصفقات اللي جابها البنك الأهلي اللي مش أفضل حاجة طبعا. بدأ بداية في الدوري متعثرة جدا وخسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء. وشفت اداؤه في الجوله الافتتاحيه في الدوري كان اداء باهت جدا للبنك الاهلي. فطبعا انا شايف ان مباراه البنك الاهلي وبيراميدز هتنتهي بفوز بيراميدز، وممكن سكور كمان ممكن نشوف بيراميدز كسبان 2-0 او 3-0، لان بيراميدز بكل قوته بكل امكانياته دي يقدر يفوز على البنك الاهلي، الفريق القليل جدا في الفتره الحاليه. وكمان يعتبر الفريق ضايع طبعا في ظل وجود محمد ابو جبل طبعا حارس المرمى اللي رايح في داهيه طبعا، اللي بيلبس اجوان بطريقه مضحكه. فانا شايف بيراميدز يقدر يسجل في شباك البنك الاهلي هدف واثنين، والبنك الاهلي مش قوي دفاعيا، وكمان حارس المرمى عنده ضعيف جدا، فيقدر يسجل في مرمى محمد ابو جبل ويحصل على ال3 نقاط. بعد كده مباراه بقى جماهيريه ومباراه قويه جدا، الزمالك والمقاولين العرب. الزمالك طبعا زي ما قلت لكم كان طرف مع بيراميدز، بدا الدوري بدايه جيده جدا رغم تعادله مع بيراميدز في الجوله الاولى، خد بونت من 3 بونت، ولكن شيء جيد. الزمالك مش في افضل احواله، الزمالك مقفول له القيد للاسف الشديد. الزمالك بيحاول بكل ما اوتي من قوه انه يجمع بناط لحد ما يجي طبعا في انتخابات في النادي، وبعد كده ممكن طبعا لما يجي مجلس اداره للنادي يظبط الدنيا شويه، يظبط الصفقات، يظبط القيد، يظبط الحاجات دي طبعا، والدنيا تبدا تظبط معاهم فهياخدوا نقطه قوه. المقاولين العرب بدايه مش حلوه خالص في بدايه الدوري، خسر من بلديه المحله، واداء المقاولين العرب كان باهت جدا جدا جدا. المقاولين العرب لسه مكمل مع اللاعب بين معظمهم نفس لاعبي الموسم الماضي، نفس الحراسه، نفس خط الدفاع، نفس كل شيء. وبعض الصفقات اللي زادت في الفريق زي العربي بدر طبعا اللي جه طبعا كان اعاره من الاهلي، زياد فرج اللي جه من المصري. طبعا بقيه اللعيبه معظمها زي ما هي، جوزيف اوسايا، عبد الرحمن خالد، احمد فوزي، امير عابد، لؤي وائل، محمود ابو السعود، احمد علاء، محمد سالم المهاجم، كل طبعا لعيبه من الموسم السابق مش لعيبه جديده. فيعتبر المقاولين العرب ما عملش صفقات قويه جدا. مامادو نياس من السنه اللي فاتت، محمود وادي طبعا اللاعب الفلسطيني اللي جه من طلائع الجيش، محمد شوقي غريب طبعا، ابن شوقي غريب المدرب يعني بتاع الفريق طبعا، وعمار حمدي اللي جابه طبعا من الاهلي اعاره. ولكن انا شايف برغم كل اللعيبه اللي جابها طبعا نادي المقاولين، ولكن الزمالك رغم الاداء بتاعه لا يقدر يفوز الزمالك بمنتهى
الصعوبه شويه، بمنتهى الصعوبه، مش هضحك عليكم، مش بمنتهى السهوله على المقاولين، لا بمنتهى الصعوبه، لان الزمالك خطته تعبانه شويه. ومشكله الزمالك ان حتى لو العناصر كويسه او مش اعلى حاجه، ولكن الكواليتي بتاع اللعيبه دي والعناصر دي ما تنفعش مع خطه خوان كارلوس اوسوريو. لكن خوان كارلوس اوسوريو لما بيلعب بالخطه اللي تناسب اللعيبه دي بيقدر الزمالك يفوز، وبيقدر الزمالك ان هو يحقق نقاط ويحقق نتائج ايجابيه، زي ما شفنا في مباراه بيراميدز الشوط الاول لما بدا بطريقه خوان كارلوس اوسوريو اللعيبه مش عارفه تنفذ طريقه خوان كارلوس اوسوريو خالص. فعشان كده حصل ان الزمالك الشوط الاول كله كان في مباراه بيراميدز مش ماسك كوره، وخسرنا 1-0، وكان ممكن يخش في مرمى اكتر من هدف. الشوط الثاني لما بدأ الفريق يظبط وبدأ يلعب على طريقته وبدأ يلعب بإمكانياته، قدر الفريق إن هو يسجل هدف واثنين، وكان ماسك الجيم في فترة كويسة. ولكن بعد كده رجع طبعا الريتم وقع طبعا بعد طرد محمود علاء والمشاكل اللي حصلت في الفريق. ولكن انا شايف ان الزمالك لازم يبدا بطريقه اللي تناسب اللعيبه، مش بطريقه خوان كارلوس اوسوريو. لو خوان كارلوس اوسوريو لعب بطريقه اللي تناسب اللعيبه وتناسب امكانيات اللعيبه، ممكن الزمالك يفوز بهدف نظيف او بهدفين مقابل هدف ويحقق الثلاث نقاط. ولكن للاسف لو خوان كارلوس اوسوريو طبعا لعب بطريقته وبالطريقه دي، يا اما هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما المباراه ممكن تنتهي بالتعادل، او ممكن كمان الزمالك ما يقدرش اصلا يفوز على المقاولين العرب وتنتهي المباراه بالتعادل، او ممكن المقاولين كمان يفوز على الزمالك. لكن المقاولين طبعا بقوته بامكانياته، الزمالك بقى اكد لكم لو الزمالك لعب بطريقه المناسبه لعيبته هيفوز. الزمالك لو لعب بطريقه خوان كارلوس اوسوريو يا هيفوز بصعوبه بالغه، يا اما ممكن يتعادل مع المقاولين، او ممكن اصلا يخسر من المقاولين. ولكن ان شاء الله بنسبه كبيره الزمالك هيفوز على المقاولين، ممكن بهدف نظيف او بهدفين مقابل هدف. بعد كده طبعا بلديه المحله امام سموحه. بلديه المحله فريق طبعا جاي من الدرجه الثانيه، فريق كويس على فكره، لعب الجوله الاولى وفاز على المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء. ولكن في ظل صعوبه طبعا اداء بلديه المحله من حيث العناصر ومن حيث قله الامكانيات، في ظل قوه سموحه طبعا وامكانياته القويه جدا والمدير الفني طبعا وخبرة اللاعبين وأداء الفريق ككل بشكل عام طبعا، والتعادل اللي تعادلوه مع الجونة، رغم إن سموحة كان الأحق بنسبة كبيرة بالفوز طبعا، ورغم إن هو طبعا كان المتقدم وكان اللي عامل اداء قوي جدا. ولكن الجونه قدر يخطف ضربه جزاء في اخر الثواني عن طريق احمد بالحاج وسجلها. ولكن لولا طبعا ضربه الجزاء دي كان سموحه طبعا يقدر يفوز مرتاح جدا. طبعا سموحه تقريبا نفس تشكيله الموسم اللي فات باستثناء عنصر او عنصرين بردك تم اضافتهم. طبعا هاني سليمان طبعا في المرمى زي ما هو، طبعا محمود وحيد ده عنصر جديد، احمد حكم، محمد المغربي وشريف رضا، طبعا كل دي لعيبه طبعا موجوده من زمان، حسين فيصل، فادي فريد طبعا ده عنصر جديد، هو واسلام جابر طبعا اللي كان بيلعب في الزمالك من موسمين. وبعض الصفقات اللي اضافوها طبعا زي محمد مصطفى ومحمد عصام، وطبعا مع احمد سامي. لا طبعا يقدر طبعا فريق سموحه بقوته يفوز طبعا على بلديه المحله. في المحله على فكره كمان، مباراه بلديه المحله مش في اسكندريه، المباراه في المحله في ملعب المحله طبعا استاد غزل المحله. فانا شايف طبعا لا سموحه هيفوز على بلديه المحله 2 لا شيء. بعد كده نروح نشوف بقيه المباريات. فيوتشر والداخليه، لا فيوتشر هيفوز على الداخليه طبعا. فيوتشر اللي السنه دي طبعا بيشارك ليه المرة التانية على التوالي في الكونفدرالية الأفريقية. الداخلية طبعا رغم فوزه على إنبي في الجولة الأولى، ولكن أداء طبعا باهت وأداء سيء جدا. والداخلية طبعا عناصر قليلة، طبعا فيوتشر عناصر قوية جدا، إمكانيات أقوى، ففيوتشر هيفوز على الداخلية. نكمل بقى بسرعة شوية. طبعا إنبي هيلاعب طلائع الجيش الجولة دي. طبعا أنا شايف إنبي مقارنة بطلائع الجيش المباراة دي هتنتهي بالتعادل، لأن الفريقين طبعا تقريبا نفس الفكر ونفس الأداء ونفس كل حاجة. إنبي خسر بس أداؤه كان جيد أمام الداخليه في الجوله الاولى، وطلع الجيش كان اداؤه جيد جدا. فاعتقد الفريقين دول هتنتهي المباراه بالتعادل. الجونه وزد، طبعا زد شفناه بيفوز على الاسماعيلي في الجوله الاولى بهدف طبعا، واللاعب طبعا فقدر يفوز طبعا على الاسماعيلي بهدف نظيف احرزه طبعا اللاعب الجيد جدا جدا جدا، اللاعب الجيد جدا 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 لاعب نادي زد طبعا مصطفى سعد طبعا القادم من الاهلي. فطبعا زد امام فريق شبه الجونه لا هيفوز على الجونه. بعد كده طبعا في مباراه بين المصري وفاركو، شايف ان المباراه دي هتنتهي بردك بالتعادل. المصري مش في افضل احواله بعد هزيمته من الاهلي برباعيه، فاركو بردك مش في افضل احواله. واخيرا طبعا ديربي الفرق طبعا الساحليه، ديربي الاسماعيلي والاتحاد السكندري. شايف المباراه دي هتنتهي بفوز الاتحاد السكندري، لان الاتحاد السكندري افضل بكتير من الاسماعيلي في الفتره الاخيره، والاسماعيلي طبعا في اسوأ احواله. وطبعا مباراه سيراميكا كليوباترا والاهلي طبعا تم تاجيلها لما لا نهايه. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في قناه هوم سبورت. في النهايه بالاشتراك في القناه، تابع القناه واللايك يصلكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهده.